السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد. إن شاء الله انتظرونا في حلقات التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية على قناتي على اليوتيوب. هنتكلم على أعلام التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، هنتكلم على أساتذة المماليك في الجامعات المصرية. هنبدأ أولى هذه الحلقات بالحديث عن العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سليمان. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سليمان أستاذ المماليك بجامعة الفيوم رحمه الله، توفي عام 2014. هذا العالم ليه أكثر من مؤلف حول تاريخ المماليك. من أشهر هذه المؤلفات في عندنا كتاب العنصرية وأثرها في الجيش المملوكي، كتاب مهم جدا. في عندنا كتاب آخر بيتكلم على المغول والمماليك حتى نهاية عصر الظاهر بيبرس. ليه كتاب آخر صادر عن دار النهضة العربية بيتكلم فيها عن المماليك والمغول في عصر أسر بني قلاوون. ليه مؤلفات أخرى بتتكلم على الزراعة، وكانت أطروحته الزراعة في العصر المملوكي. كانت جامعة القاهرة إشراف الأستاذ الدكتور سيد عبد الفتاح عاشور. ليه مؤلفات أخرى بتتكلم على المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالث والسادس الهجري، التاسع والثاني عشر الميلادي. كتاب مهم جدا. هنبدأ نتكلم على كل هذه المؤلفات باستفاضة، وهنشوف إسهامات هذا العالم الجليل في حقل التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وحقل الدراسات التاريخية الوسيطة بمشيئة الرحمن. أشكركم جدا، وإن شاء الله هنشوف مع بعض شرح تفصيلي لهذه المؤلفات. انتظرونا.